أي حكاية في الدنيا وليها نهاية، إلا حكايتي معك هي البداية. ده حبي ليك قدر وشيء مكتوب، وفي كل وقت بدعي الأمجد تعود. جمهورك كتب بإيديه معنى الوفاء، وفي كل مكان دروس في الانتماء، وفي وقت الأزمة كانوا دايما أبطال. شكرا يا ولادنا علمتونا الإصرار، حاربنا الدنيا كلها عشان عينيك، لو تطلب عمري كله أهدي إليك. دي حكايتي معاك يحكي عليها الزمان، بطلها فارس فاعش قول الكيان. لا 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 قولي قولي قولي، يا عيني عليك يا زمالك وانت مفرحنا. الزمالك يفوز على كايزر تشيفز 2-1 في مباراة كانت صعبة، في مباراة ما كانتش أفضل حاجة من نادي الزمالك، ولكن كل ده ليه مبررات بناء على الفترة الصعبة والفترة المضغوطة اللي أنت موجود فيها، وبناء على إمكانياتك وعلى المشاكل اللي عندك وعلى عدم الاستقرار اللي موجود عندك. ولكن يبقى الزمالك زمالك بجمهوره، هيفضل الزمالك موجود، هيفضل الزمالك دايما منافس، هيفضل الزمالك دايما بطل. عايز تلعبني كل يومين ما عنديش مشكلة هكسب، عايز تضغطني في ماتشات ما عنديش مشكلة هكسب، عايز تيجي في بداية الموسم تقول ان في فرقة ملهاش اي 30 لازمة خدت مكان الزمالك وبقت بتنافس مكان الزمالك، هتلاقيني برضو بكسب. الزمالك النهاردة بيتغلب على المنطق، لان المنطق بيقول فرقة عندها مشاكل، فرقة عندها عدم استقرار، فرقة عندها ايقاف قيد، فرقة ما عندهاش اي نوع من انواع التمويل بشكل ما عندهاش قوة شرائية، ما عندهاش ميركاتو. كان الطبيعي جدا ان يحصل اخفاق النهارده، ولكن كالعادة في الفترة الاخيرة الزمالك بيمحي كل الكلام ده وبيكسب وبيكمل في مشواره في بطولة الكونفدرالية. ومش بس كده، ده بيصعد كمتصدر للمجموعة، بيصعد على كايزر تشيفز الفرقة الصعبة اللي عندها كرة ممتازة، وبيصعد على حساب المصري البورسعيدي اللي صعد معانا كمركز تاني في المجموعة. كلمتك امبارح عن الماتش وعن صعوبة الماتش وعن صعوبة فرقة كايزر تشيفز بالنسبة لفكرة نص الملعب بتاعها والقوة البدنية اللي موجودة عندها. كلمتك عن قد ايه ان الكابتن معتمد جمال لازم يكون قاري الكلام ده ويتعامل معاه بشكل مثالي، لانهم عندهم وينجين خطيرين جدا، وينجين لعيبه كوره عاليين، وده اللي ظهر النهارده وشكلوا خطوره اكتر من مره على فرقه نادي الزمالك. وفي نفس الوقت كلمتك على التشكيله اللي اختلفت عن تشكيله الكابتن معتمد جمال في حاجتين، حاجه هو كان عنده حق فيها والحاجه الثانيه ما كانش عنده حق فيها. لان انا قلت ان المباراه دي كان من الطبيعي ان يبدا في بدايه المباراه عبد الله السعيد مش احمد شريف. عبد الله السعيد خبرات اكتر، عبد الله السعيد كورته هتكون افضل، عبد الله السعيد هيعمل لك بالانس بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، في ظل ما انت هتحاول على مدار ال 90 دقيقه انك تضغط فرقه كايزر تشيفز عشان تقدر تسجل اهداف وتضمن المكسب بدري بدري. ولكن الكابتن معتمد جمال بدا باحمد شريف اللي يعتبر واحد من اسوا اللعيبه اللي كانوا موجودين النهارده، لان احمد شريف عمل شوط اول ولا ابشع، عمل كل موبقات كره القدم النهارده. احمد شريف ما طلعش باص من رجله صح، ما كانش مهيأ بشكل كويس للمباراه. ولكن منين بقى ما حصلت التبديل ونزل عبد الله السعيد، ده اللي خلى شكل الزمالك يتعدل وخلى الزمالك يسجل هدف واثنين ويكون ليه الاغلبيه في مباراه كايزر تشيفز. اما الحاجه الثانيه بقى اللي كان عنده حق فيها الكابتن معتمد جمال، وهو البدء باحمد عبد الرحيم ايشو، لان انا قلت امبارح ان اللي يبدا احمد الخضري، لان انا شايف الخضري افضل من ايشو. ولكن ايشو النهارده بيحرجني، وانا ما عنديش مشكله ان انا يبقى رايي غلط، اتحري انا ورأيي، مفيش ادنى مشكله عندي. المهم ان اللاعب اللي يلعب وانا مش مقتنع بيه يحرجني بادائه، وده اللي حصل النهارده من ايشو. ايشو النهارده عمل مباراه على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم وعلى مستوى الشخصيه. ايه يا ابن الجمال ده؟ ايه يا ابن الحلاوه المبالغ فيها دي؟ نجم المباراه النهارده، رجل المباراه احمد عبد الرحيم ايشو، قافل بشكل كويس قوي على ناحيه اليمين الخطيره جدا عند فرقه كايزر تشيفز اللي كان بيلعب فيها لاعب كلح قوي اسمه فلافيو سيلفا. لا، لاعب هادي ولاعب راسي ولاعب عارف يطلع بالكوره ولاعب عمل ماتش كبير، فشابوه لاحمد عبد الرحيم ايشو. حاجات بقى ما عجبتنيش النهارده في لعيبه نادي الزمالك وخصوصا لعيبه وسط الملعب محمد اسماعيل ومحمد شحاته، كان عندهم عقم كبير قوي في الطلوع بالكوره في الشوط الاول، وده اللي خلى الزمالك مش قادر انه يوصل انه يعمل هجمه شكلها حلو في مباراه كايزر تشيفز. محمد شحاته بقى له فتره مش احسن حاجه مع فرقه نادي الزمالك، ومش عارف ايه الداون جريد اللي حصل في مستواه ده. ولكن على مستوى الشوط الثاني محمد شحاته دفاعيا كان عامل ملحمه في نص الملعب بعد خروج محمد اسماعيل. المباراه فنيا الزمالك كان معاه الاستحواذ، ولكن كل ده بمزاج مين؟ بمزاج فرقه كايزر تشيفز اللي عارف انه قادر يضرب الزمالك بالهجمات المرتده.
وده اللي حصل في اكتر من كوره في الشوط الاول وفي اكتر من كوره الشوط الثاني، ولكن الحمد لله ربنا سترها. لو جينا بقى عشان نكمل كلامنا على الكابتن معتمد جمال، فواضح جدا انه كان قاري فرقه كايزر تشيفز، وكان قاري نقاط الضعف الكتير قوي اللي موجوده عندهم في خط الدفاع في اللعبه اللي هو كان دايما بيلعبها، اللعبه بتاعت الارتجاليه اللي بتحصل بين خوان بيزيرا وعدي الدباغ وعبد الله السعيد لما نزل، وتبتدي الكوره تتحرك بسلاسه في نص الملعب وبعد كده تروح على طرف من الاطراف وتتلعب بالعرض عند ناصر منسي او عدي الدباغ. وده اللي خلى الزمالك يسجل الهدف الاول عن طريق خوان بيزيرا اللي النهارده عمل ماتش كبير قوي. بعيدا عن فكره تسجيله الهدف، خوان بيزيرا النهارده كان من اعلى اللعيبه في فرقه نادي الزمالك، اتعامل بشكل جيد مع معظم الكرات اللي وصلت له، وفي نفس الوقت خف بقى من الحته اللي انا كانت بتضايقني منه، الحته بتاعت الترقيصه الزياده، اللمسه الزياده، التشميسه، الشو، كل ده ما كانش موجود النهارده كان بيحاول على قد ما يقدر انه يلعب ايجابي. لعب واحده حلوه قوي لاحمد شريف في الشوط الاول، نوعيه اللعيبه اللي بتستلم كوره وفي لاعب في ظهرها قادر على انه يعمل ترن ويعمل لفه كده باللاعب اللي في ظهره ممتازه. بيفكرني مثلا بمين؟ بيفكرني بايدن هازارد النسخه بتاعت تشيلسي. كان ايدن هازارد ينزل نص الملعب يستلم ايا كان المدافع اللي في ظهره قادر انه يلف بيه، وده اللي بيعمله خوان بيزيرا في الفتره الاخيره مع كابتن معتمد جمال. النهارده برضه عدي الدباغ كان كويس قوي، لان عدي الدباغ في الشوط الاول كان عنده نضج في التصرفات اللي بيتصرفها. جات له كرة لعبها حلوه قوي 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 صدها حارس المرمى في الشوط الاول، وفي واحده تانية جات له في الست ياردة دي ما تضيعش من عدي، ضاعت لان هو كان عايز يضمنها، يعني ضاعت منه لانه كان حريص زياده عن اللزوم ان الكره دي ما تضيعش. كره نزل لها نزله غريبه، كره زي دي عدي الدباغ ما يضيعهاش، الكره دي تلعبها برجلك في اي حته في الجون هتاخد الحارس وهتخش. اما عن باقي اللعيبه فانا كنت كلمتك امبارح على ان انا مستني كتير قوي من محمود حمدي الونش ومن حسام عبد المجيد، وده اللي حصل النهارده. محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد عملوا مباراه مثاليه، خصوصا بعد ما الزمالك كان متقدم وبعد ما كايزر تشيفز فتح خطوطه. الكرات الهوائيه كلها بتاعت حسام عبد المجيد والكرات اللي على الارض كلها بتاعت الونش. جلت منه واحده ولا اتنين بالكتير قوي على مدار ال 90 دقيقه، ولكن اوفرول الاتنين قدموا مستوى. هو ده الثنائي اللي انا عايزه، هو ده الثبات الدفاعي والمستوى الدفاعي اللي انا عايزه من اتنين لعيبه كبار زي محمود حمدي الونش الخبرات، واحد من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ مصر، وحسام عبد المجيد اللي بالنسبه لي عنده امكانيات انه يكون افضل مدافع في مصر في الوقت الحالي. اما لو جيت تروح بقى لاحداث اللقاء، فالزمالك في الشوط الاول خلص الشوط الاول متعادل، بس انت كنت عارف ان شكل الزمالك كويس، الزمالك بيوصل، الزمالك بيضيع اكتر من فرصه، الزمالك قادر على انه يقفل على المفاتيح الخطيره اللي عند كايزر تشيفز، وده اللي انا كنت مستنيه من الكابتن معتمد جمال. اما بالنسبه بقى للتوفيق وعدم التوفيق دي حاجه بقى بالنسبه لتصرف اللاعب زي ما حصل مع عدي الدباغ، بالنسبه لحظك، بالنسبه لسيناريو اللقاء هيمشي ازاي. بس وانت قاعد بتتفرج على الشوط الاول انت عارف ان الزمالك لو حصل تغييرتين بس، منهم خروج واحد من نص الملعب ونزول عبد الله السعيد، او خروج احمد شريف ونزول عبد الله السعيد، ده اللي هيظبط لك شكل الملعب وهيخلي فرقه نادي الزمالك تكسب في الشوط الثاني، وده اللي حصل بالفعل. فتيجي بقى للشوط الثاني بعد نزول عبد الله السعيد شكلك بيتغير، والكره بتطلع بشكل كويس من نص الملعب وبتوصل بشكل كويس قوي للعيبه اللي موجوده في المنظومه الهجوميه. فكره بتتلعب حلوه قوي عند ناصر منسي، ناصر منسي بيلعب عرضيه باتقان مش طبيعي. اللي هو ناصر منسي ده حرفيا في الفتره الاخيره النادي مفتوح على حسه، يعني احنا فاتحين نادي الزمالك على حس الراجل ده. بيعمل اسيست لاخوان بيزيرا بيقول له حط جول، بيلعب عرضيه في مكان في الست ياردة لو مين مش هيعرف يجيبها. خوان بيزيرا بيطلع بيلعبها برضه بارتقاء عالمي، بيسجل بيه الهدف الاول لنادي الزمالك عشان يبقى ليك الاغلبيه دي بقى اللي فرقت معاك في ان كايزر تشيفز عرف بعد كده نتيجه المصري، فبدا يفتح خطوطه لان ما عندوش حاجه يخسرها، هو كده كده عارف انه هيبقى بره المجموعه لو خسر من الزمالك والمصري كسب زيسكو. فبعد ما كايزر تشيفز فتح خطوطه خلاص بقى الملعب اتفتح لك، وبدات تروح باكتر من هجمه لحد ما نزل محمد السيد. وعايز اتكلم بقى عن محمد السيد شويه، لان انت بتتكلم على موهبه لاعب قدام هيكون من اعلى اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب في الكره المصريه. كره الهدف الثاني اللي سجله عبد الله السعيد يتحسب منه 80% لمحمد السيد، ضغط على حامل الكره عند كايزر تشيفز وهو طالع بالكره لحد ما غلطه وخد منه الكره، وبعد ما راح بالكره على حدود 18 لعبها عكسيه حلوه قوي 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 عند عبد الله السعيد اللي قدامه مساحه فدان يعمل ما بداله، ترقى عبد الله السعيد بالخبره اللي موجوده عنده بيسجل الهدف الثاني، بيبقى ليك الاغلبيه بهدفين، بتوصل لمرحله كبيره ان انت خلاص انا الماتش بتاعي. وكره عبد الله السعيد دي بتفكرني بكام كره كده لاحد اللعيبه ربنا ما يعيد ايامه، يعني لعيب حرفيا لعيب اونطاجي وكان بيضحك علينا،
كرة عبد الله دي لو كانت وصلت للاعب اللي انا بكلمك عليه اقسم بالله كان لعبها عرضيه وما كانش شاطها على الجول، لانها اتكررت معاه اكتر من مره مع فريقه الحالي واتكررت معاه اكتر من مره مع منتخب مصر. فالهدف بتاع النهارده بتاع عبد الله السعيد ده تكليلا للشكل المثالي اللي بيوصل له فرقه نادي الزمالك لما عبد الله السعيد بينزل في نص الملعب. الكلام ده حصل في ماتش سموحه وحصل النهارده في ماتش كايزر تشيفز. عبد الله السعيد لا بديل عنه، حتى لو هينزل من على الدكه عشان خاطر موضوع المجهود البدني، لكن ده لاعب قادر يجيب لك بطوله على الواقف، لعيب عنده فكره قرايه او الفيجن بتاع الاحداثيات بتاعت الملعب مش طبيعي. عبد الله بيسجل الهدف الثاني فخلاص بقى بناخد نفسنا وبنرتاح شويه وبنقول الحمد لله، خلاص بقى الماتش خلص، خلاص ضمننا ان احنا صاعدين، خلاص كسبنا ماتش كايزر تشيفز، الماتش اللي كلنا كنا قلقانين منه، لحد ما بتحصل احدى موبقات كره القدم من مين بقى؟ من شيكو بنزا. شيكو بنزا اللي نزل النهارده من على الدكه والله العظيم ثلاثة، ده لاعب لو نزل من على الدكه عشان يخسر فرقه الزمالك مش هيعمل اللي عمله ده. هو المتسبب في الهدف اللي سجله كايزر تشيفز، وعمل واحده تانية بعديها مصيبه وكارثه كانت كفيله بانها تخرجنا من البطوله. حتى في الكرات اللي كانت بتجيله في مساحات وفدانات الحاجات اللي هو بيحب يلعب فيها كان بيتعامل معاها بشكل سلبي. لعيب وحش قوي يا جدعان، لعيب وحش قوي ومعرفش فيه ايه، يعني معرفش ده مين اللي جابه؟ ده مين اللي اتفرج عليه؟ مش مين اللي اتفرج عليه، ده مين اللي طلعه من قطاعات ناشئين في انجولا او في البرتغال؟ مين اللي طلع؟ يعني ايه الموهبه اللي موجوده عند شيكو بنزا عشان ده يبقى لاعب كوره؟ مش هقول لك لاعب كوره في الزمالك، عشان يبقى لاعب كوره. هو ده كان بيلعب في الدوري البرتغالي ازاي؟ يعني ده كان موجود في الدوري البرتغالي ازاي؟ ده بيلعب منتخب انجولا ازاي؟ ده لعيب فاقد كتير قوي من اساسيات الكوره. النهارده لولا ساتر ربنا احنا كنا هنخسر بسبب الشيكو بنزا ده. وعشان ده الزمالك وعشان دي سيناريوهات الزمالك، انت قاعد بقى بتتفرج بعد ما كايزر تشيف سجل هدف، كلنا قاعدين خلاص بقى، هو انت قاعد حاسس باللي هيحصل، انت قاعد حاسس ان كايزر تشيفز هيسجل الثاني وللاسف هنخرج من المجموعات، وسيناريوهات الكوره وسكريبتات الكوره والحاجات اللي بتحصل من الكوره مع الزمالك اللي انت متعود عليها. ولكن الحمد لله بناء على رجوله اللعيبه والحماس اللي كنت كلمتك عليه اللي ضايفه الكابتن معتمد جمال على الفرقه، اللي مشكور على كل اللي بيقدمه مع الزمالك في الفتره الاخيره، هو ده اللي كسبنا النهارده. اللعيبه النهارده ما كانتش عايزه تخسر. فبجد الكابتن معتمد جمال شكرا على كل ما يقدمه مع نادي الزمالك، فتره صعبه، مأموريه صعبه. هو مش افضل مدير فني في الدنيا، يعني الكابتن معتمد جمال ده لا هو يورجن كلوب ولا هو جوزيه مورينيو ولا هو افضل مدير فني مصري في الدنيا، ولكن الراجل اهم حاجه فيه انه زملكاوي وبيحب نادي الزمالك وبيشتغل عشان خاطر نادي الزمالك، ما بيشتغلش عشان مصلحه. لان الراجل قال لك انا ما عنديش ادنى مشكله في مسيرتي مع نادي الزمالك، ما عنديش مشكله ان انا امشي من نادي الزمالك منين ما نادي الزمالك يمشيني، انا قاعد الفتره دي مخصوص بس عشان خاطر افرح الجمهور. وده اللي بيحصل في الفتره الاخيره. بقى لنا فتره بنكسب، كسبنا ماتش كهرباء اسماعيليه، كسبنا ماتش سموحه، كسبنا قبليها ماتش المصري البورسعيدي اللي فرق معانا في المجموعه، خسرنا ماتش زيسكو، بس ماتش زيسكو ده كان فيه ظروف كتيره قوي هي اللي خسرتك الماتش، وبتيجي النهارده وبتكسب ماتش كايزر تشيفز وبتصعد. فشابوه للكابتن معتمد جمال، بجد 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 واحد من اعظم المديرين الفنيين اللي جم في مراحل صعبه، ومن احسن المديرين الفنيين اللي جم بشكل مؤقت وفعلا قدم اداء يستحق عليه الاشاده مع نادي الزمالك. ده بقى اللي ممكن ينقلنا لتقييم اللعيبه. تعالى بقى عشان نقيم اللعيبه ونشوف كل لعيبه الزمالك اللي شاركت النهارده في مباراه كايزر تشيفز قدمت لنا ايه. المهدي سليمان في حراسه المرمى ممكن تقول 5/10 لانه يشيل حته برضه من الهدف اللي دخل فيه. فالمهدي سليمان النهارده ما جاش عليه حاجات كتير غير واحده صعبه في الشوط الاول وعرف يتعامل معاها. فانا بالنسبه لي المهدي سليمان 5/10. الشيري بعد كده على خط الدفاع عندك محمود حمدي الونش 9/10 ونجمه، 9/10 وخبره، 9/10 وقائد، 9/10 وكابتن. محمود حمدي الونش عمل ماتش كبير قوي، جلت منه واحده ولا اتنين، بس اللي عمله في اطار ال 90 دقيقه يستاهل مني ان انا اقول لك محمود حمدي الونش 9/10. جنب منه حسام عبد المجيد نفس الكلام، حسام عبد المجيد 9/10. حسام عبد المجيد افضل مدافع في مصر من 10. حسام عبد المجيد الفتره الاخيره مقدم مردود بدني وفني مع نادي الزمالك على اعلى مستوى. باك يمين محمد ابراهيم 9/10، مستقبل نادي الزمالك، لعيب بيلعب بحماس، لعيب بيلعب بروح، لعيب بيحاول يطور من نفسه، وظهر ده في ماتش النهارده انه ما بيضحكش عليه كتير من الوينج اللي بيلعب عليه زي ما كان بادئ مشواره مع نادي الزمالك. فمحمد ابراهيم النهارده شكرا على اللي قدمه. تيجي تروح الناحيه الثانيه بقى، احمد عبد الرحيم ايشو ده اللي ممكن تقول عليه 15/10. ليه؟ لان انا ما كنتش منتظر منه ده، لان انا ما كنتش عايز اصلا ايشو يلعب. ايشو النهارده بيفاجئني بمستوى مش طبيعي، بيفاجئني بشخصيه مش طبيعيه، بيفاجئني بتطور في مستواه مع الكابتن معتمد جمال. خلينا اقول ان ايشو هو نجم المباراه ويستحق اعلى ريت في مباراه الزمالك وكايزر
كايزر تشيفز. شيلي بعد كده على نص الملعب محمد اسماعيل 6 من 10، ومش عاجبني محمد اسماعيل في الفتره الاخيره، وده ممكن يكون راجع لعامل الارهاق، لان محمد اسماعيل ده انا كلمتك عليه كتير وقلت لك ان محمد اسماعيل لازم يرتاح شويه. محمد اسماعيل ده هيتعب مننا، لعيب بيلعب في مركز غير مركزه ومنهك بشكل مش طبيعي، والحمد لله ان الكابتن معتمد جمال خرجه النهارده من الملعب. اما محمد شحاته فعلامات استفهام كتير. محمد شحاته بالنسبه لي في ماتش النهارده بالكتير قوي ياخد 5 من 10 او حتى كمان 4 من 10. 5 من 10 كتير. محمد شحاته مش عاجبني. محمد شحاته مش ده محمد شحاته اللي انا مستنيه، مش ده الجولدن بوي اللي كنا بنتكلم عليه، مش ده جوكر نادي الزمالك، مش ده اللعيب اللي انا قلت هبني عليه المستقبل. اداء سلبي، باصات كتير بتطلع من رجله غلط، مش ايجابي بشكل كبير جدا. في حاجه غلط في محمد شحاته، اتمنى انه يلحق يتدارك نفسه ويرجع تاني نسخه محمد شحاته اللي جمهور نادي الزمالك مستنياها. محمد شحاته زي ما قلت لك انا حاطه ان هو قدام واحد من اهم اللعيبه الزملكاويه اللي جت في التاريخ، فمحمد شحاته لازم يراجع نفسه لان اداؤه في الفتره الاخيره مش افضل حاجه. لعب قدامهم على اليمين خوان بيزيرا 9 من 10 على اللي قدمه النهارده خوان بيزيرا. وخوان بيزيرا كنت كلمتك على تفاصيل كتير كده بيعملها على مستوى الشخصيه، فكره الفامو والزيطه والتنطيط مع الجمهور والحاجات بتاعت الشو، بدا ان هو يعمل ده برضه. هو كده كده خلاص واضح ان دي شخصيه اللاعب البرازيلي، هو مش هيعمل غير ده، هو متعود على ده، هو متربي على ده في الكوره، فمش هيغيره. ولكن بقى فكره انك تديني حاجه ايجابيه وتعمل ده، انا ما اقدرش افتح بقي، ما اقدرش اكلمك واقول لك هو انت بتتنطط كتير ليه، هو انت بتعمل استعراض كتير ليه، بتعمل فامو كتير ليه. انا ما عنديش ادنى مشكله، اعمل فامو واتبسط وتنطط، ولكن في البدايه تكون ايجابي وتكون مفيد للفرقه، هديك تعظيم سلام وهتلاقيني بسيط معاك وبقول لك فامو 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 بزيرة. على الناحيه الثانيه احمد شريف 1 من 10 او 2 من 10. احمد شريف مباراه سيئه جدا. احمد شريف ما قدمش حاجه تخليني اقول ان هو مثلا كان بيلعب النهارده. يعني كويس ان الكابتن معتمد جمال قفش ان احمد شريف اوته في خدمه تماما النهارده. احمد شريف النهارده كان فاصل شحن. احمد شريف النهارده ما بصاش بصه صح، وجات له كوره كمان برضو بعيدا عن الكوره اللي هي ضيعها، اللي هي لعبه بالعرض لعدي الدباغ وعدي كان متسلل فيها. في واحده ثانيه جات له قبليها، دي جول يا شريف، دي جول بيمينك جول، وجات لك في ماتش كهرباء اسماعيليه خلصتها. فما ينفعش تجي لك في ماتش صعب زي ده الاقيك بتعدل وبتلعبها على شمالك والكره بعيده عنك، فطبيعي مش هتعرف تحط فيها قوه زياده. وده اللي كان قاله الكابتن هيثم فاروق بين الشوطين. عدي الدباغ النهارده كان عامل ماتش كويس قوي 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 قوي، ما كانش ناقصه بس غير ان هو يسجل، ولكن عدي الدباغ تقدر تقول ان هو ياخد النهارده 7 من 10. اما ناصر منسي فناصر منسي النهارده برضه هو اللي فض الاشتباك وهو اللي لحقني. الاسيست بس اللي عمله ناصر منسي ده يخليه ياخد النهارده 8.5 او 9 من 10. نزل عندك من على الدكه شيكو بنزا فشيكو بنزا 1 بس مش 1 من 10. يعني انت تشوف واحد يعمل، تشوف واحد يعلمك كوره، يعني تشوف واحد تقعد معاه كده من الفرقه تتعلم كوره من اول وجديد، تشوف واحد ياسسك، تشوف واحد عم. فشيكو بنزا 1. سيف الدين الجزيري ممكن تقول 4 أو 5 من 10 بناء على الروح اللي كانت عند سيف الدين الجزيري والكام كوره اللي حاول فيهم. نزل اخر تبديله تقريبا عمر جابر، نزل مكان خوان بيزيرا عشان يعمل جبهه مع محمد ابراهيم، فعمر جابر نو ريت بالنسبه لي. لو جينا نروح بقى لتقييم الكابتن معتمد جمال بناء على اللي بيقدمه في الفتره الاخيره، فواحد من نجوم نادي الزمالك الموسم ده الكابتن معتمد جمال، هو منقذ نادي الزمالك. اللي بيعمله الكابتن معتمد جمال ده ما اعتقدش ان كان في مدير فني اجنبي اللي كلنا بنطالب بوجوده كان ممكن يقدم اللي بيقدمه الكابتن معتمد جمال. هتجيب مدير فني اجنبي ما عندوش الروح ولا عنده الجينات بتاعت نادي الزمالك. كابتن معتمد جمال وهو شغال وهو واقف على الخط، انت واخد بالك من رياكشنات الراجل، هي رياكشناتك وانت قاعد بتتفرج على الماتش. هو عايز يكسب، هو عايز الزمالك يكسب، هو زملكاوي، هو بيحاول على قد ما يقدر بناء على البضاعه والقماشه اللي تحت ايديه. فمشكورا على الفتره الصعبه اللي هو اتحط فيها، والراجل قد المسؤوليه. والراجل ده حتى لو حصل اخفاق قدام، فالاخفاق ده مش هو اللي هيتلام عليه، الاخفاق ده هيتلام عليه مجلس الاداره. كابتن معتمد جمال شكرا على ما يقدمه مع نادي الزمالك، ومستنيين منه اكتر من كده الفتره الجايه. الحاجه الاخيره بقى اللي هي طول عمرها واخده اعلى تقييم في تاريخ نادي الزمالك وهو الجمهور. يا جماعه الجمهور الجميل ده يا جدعان، يا جدعان جمهور الزمالك ده معادله صعبه. جمهور الزمالك ده انا ببقى فخور وانا قاعد بتفرج على الماتشات، والناس دي انا واحد منهم. ايه اللي بيعملوه ده وايه فكره ان انا بصوتي قادر على ان انا اعمل حاجه مستحيله. فرقه نادي الزمالك يا جماعه السنه دي مش مؤهله لحاجه، عشان بس ما تقعدش تحلم زياده احنا بنحلم بناء على تاريخ النادي وهويه النادي، لكن معطيات وعلى الورق
انت مش مؤهل لاي حاجه على الاطلاق. انت مش مؤهل انك تنافس في الكونفدراليه، انت مش مؤهل انك تنافس الاهلي وبيراميدز وسيراميكا على الدوري، انت مش مؤهل انك تنافس في بطوله كاس مصر، انت مش مؤهل لاي حاجه. ولكن بجمهور نادي الزمالك اللاعب رقم واحد على مدار التاريخ انت مؤهل لده. الجمهور بيقول لك حط نفسك، ما تخافش من حد. احنا ما بنخافش من حد، احنا اللي بنخوف. اللي مخلي الزمالك معادله ضد المنطق هو جمهوره اللي عنده ايمان وثقه في قصه نادي الزمالك. ودايما برجع اقولها لك، نادي الزمالك معودنا على كده، معودنا على انه بطل من رحم المعاناه، بطل في الازمات. ارجع لدوري 2022، ارجع لاي بطوله خدها الزمالك، ارجع للسوبر الافريقي، ارجع لاي بطوله على مدار التاريخ، هتلاقي الزمالك كان عنده ازمات، ومن خلال الازمات ده بتتولد طاقه وبيتولد باشون وشغف عامه في الكوره، بيخلي اللعيبه بتطلع اقصى ما عندها عشان خاطر الجمهور ده، الجمهور اللي بيلف حوالين نادي الزمالك في كل حته، الجمهور النهارده اللي بالمناسبه حل مشكله لمجلس الاداره اللي كان واعد الجماهير ان هم يروحوا على استاد هيئه قناه السويس باتوبيسات مجانيه، والجمهور فضل واقف في الشارع مش لاقي الاتوبيسات. فبيجي بقى جمهور نادي الزمالك اللي هم الوايت نايتس اللي موجودين دلوقتي بيدفعوا حق الاتوبيسات للجمهور، عشان هم عارفين ان ماتش زي ده من غير الجمهور انا ما كنتش هكسب وما كنتش هصعد. الحمد لله على الفوز، الحمد لله على ال3 نقاط، الحمد لله على الصعود، والحمد لله على الصعود كمركز اول، لان انت كده في دور ال8 هتبعد بقى عن مواجهه شباب بلوزداد، وهتبعد عن مواجهه اتحاد العاصمه، وهتبعد عن مواجهه الوداد المغربي ومعظم الفرق اللي موجوده في المركز الثاني. فرق مع احترامي يعني مش دي الفرق اللي هتعطلني، فدور ال8 هيكون سهل. الصعوبه كلها في دور النصف النهائي. هتشوف بقى هيجي لك الوداد، هيجي لك اتحاد العاصمه، هيجي لك شباب بلوزداد، هتشوف المصري لو هتلعبه امتى. غالبا المصري مش هنلعبه الا لو وصلنا نهائي احنا وهم. ولكن في المجمل الواحد مبسوط، الواحد فخور بنادي الزمالك، وزي ما قلتها في بدايه الفيديو خلينا نلعب مضغوط، خلينا نلعب كل يومين، انقل الماتش من استاد القاهره لاستاد السويس عشان خاطر الاهلي هيلعب بكره. قلت لي ماتش سيراميكا كليوباترا في عز المدعكه اللي انا موجود فيها في كل البطولات عشان خاطر تضغطني اكتر واكتر. ما تجاملنيش ما تجاملنيش ما تجاملنيش عشان ما يجيش حد يقول لي انت كسبت عشان بتتجامل. لا، انا بكسب بهويتي، انا بكسب بتاريخي، انا بكسب بجمهوري اللي مصدق في كيان النادي، وهفضل اكسب بكده. انا لا عايز اتجامل ولا عايز حاجه من المنظومه، انا كفيل بنفسي. الواحد لما بيطلب تاجيل او حاجه، عشان ده الطبيعي ان انا بطلب تاجيل لان انا بمثلك في بطوله قاريه، فطبيعي جدا انك تساعدني. لكن انت اللي انت بتعمله، انت مش عايز تساعدني، انت عايزني حرفيا اخسر. كأن الزمالك مشكلته انه مكمل في المنافسه، كأن الزمالك مشكلته انه بيكذب المقوله الخايبه اللي كانت بتتقال اصل المنافسه في الاول وفي الاخر بين الاهلي وبيراميدز. اهلي وبيراميدز مين يا عم الموهوم؟ اهلي وبيراميدز مين اللي المنافسه بينهم؟ يا عم فوق يا عم، يا عم انت عندك نادي هنا في مصر مش هقول لك بنص رجل، لان نص رجل دي كتير على الفتره اللي احنا فيها. لو واقف على ضفره، لو واقف على ضفر من ضوافر رجله، قادر على انه ينافس وقادر على انه يكون شوكه في زور اتخن تخين موجود في قاره افريقيا. هيفضل الزمالك رقم واحد في عينينا، هيفضل الزمالك اعظم نادي في الدنيا، هيفضل الزمالك موجود في المنافسه رغم انف ايا كان مين بيحاول يوقع الزمالك. حاول مجددا، الزمالك ما بيقعش وعمره ما بيقع، والزمالك ما بيموتش وعمره ما هيموت. وبكده انت تكون وصلت لنهايه الفيديو. حابب اشكرك على اللي انت عامله في الفتره الاخيره، انت عامل معايا فوق الواجب. ولو وصلت للنقطه دي عايز اديك تعظيم سلام ليك انت لوحدك بقى، ان انت توصل للنقطه دي. نتكلم في حوالي تلت ساعه، الحمد لله انك استحملت رغي، الحمد لله انك استحملت طريقتي. فلو عجبك الفيديو اتمنى منك انك تعمل لايك على الفيديو وتسيب لي كومنت ايا كان الكومنت ايه، سواء سلبي او ايجابي. بشوف كل الكومنتات عامه، والكومنتات دي كلها على دماغي. وشكرا ليك على وقتك، على انك تتفرج على فيديو طويل زي ده، وشكرا ليك على دعمك في الفتره الاخيره ليا. دعمك ده هو اللي مخليني والله اكمل على السوشيال ميديا بشكل عام. هستاذنك انا بقى اتكل على الله، لان خلاص والله برضو عرقت وتعبت من كتر الكلام. احنا حرفيا كل يومين بنعمل نفس الكلام، بنتكلم قبل الماتش وبنتكلم بعد الماتش. عجبك الحاجه اللي احنا عاملينها دي، ده طبعا شيء يشرفني وشيء على دماغي. فكل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك في القناه، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، ويوصلك فيديوهاتي اول باول. وشكرا ليك تاني على كل اللي بتعمله معايا، وانتظرني في فيديو جديد.